السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلتنا النهاردة أو وصفتنا مش وصفة واحدة بس، لا هما 3 وصفات مع بعض في فيديو واحد، مميزين جدا، من أسهل الوصفات ومن كمان أسرع الوصفات، ومفيدين جدا وصحيين جدا واقتصاديين جدا. طبعا كلنا عارفين الأسعار دلوقتي غالية جدا، والوصفات دي تسعفك، تنفع غدا خفيف وتنفع كمان لجوع الليل خاصة في الشتاء. وصفات صحية جدا وخفيفة ومفيدة، ومكوناتها لا تذكر. هنقول كل التفاصيل مع بعض وايه المكونات اللي معانا، وقد ايه الوصفات دي تحفة وطعمها مميز جدا، واكيد الصور بتتكلم عن نفسها. هنقول كل ده مع بعض في الفيديو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. واول وصفه معانا هيكون المكون الرئيسي فيها العيش التوست. والعيش التوست موجود في اي سوبر ماركت، وكمان مش غالي قوي خاصه دلوقتي مقارنه باسعار حاجات كتير جدا. طبعا هنجيبه ونبدأ كده نقص او نقطع الحواف بتاعته من 4 جناب، الحروف بتاعته بالشكل ده، ونخليه الجزء اللي في النص بس. انا بوريكم اهو بعد ما قطعته ال4 جوانب بتوعه بالشكل ده. وابدا اجيب النشابه بتاعتي وابدا اضغط عليه كده كاني بعمل عجين بالظبط، وافرده تماما بالشكل ده لحد ما يبقى سمكه رقيق قوي معايا. هوريكم دلوقتي شكله يبقى عامل ازاي. بالطريقه دي كده اضغط عليه جامد، عايزاه بالسمك ده كده يبقى سمكه وقوامه رقيق قوي على قد ما تقدروا. وبعد كده هجيب بقى جبنه موتزاريلا عندي او اي نوع جبن انت بتستخدميه، اهم حاجه يكون بيسيح وبيمط معانا عشان يدي نتيجه كويسه. جبنه شيدر بقى، موتزاريلا، اي نوع. وابدا كده اوزع كميه معقوله على قد الجزء اللي عندي بالشكل ده كده. وابدا اجيب بعد كده، انا كنت جايبه النقانق دي نقانق دجاج كده، كانت موجوده في السوبر ماركت. او لو انت عندك بانيه، او كمان لو عندك سجق، اي مكون انت تحبي تضيفيه. كمان لو حابه تحطي جبن، بس لو حابه تحطي بيف لانشون اي حاجه. وابدا الفها رول كويس جامد قوي وانا بضغط بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحدة، وابدأ برضو اقص كل الجوانب بتاعتها، وابدأ اضغط عليها بالنشابة جامد جدا. وبعد كده بقى هستخدم المرة دي الجبنة الرومي، علشان بس اقول لكم ان هي تنفع في اي نوع جبن. وابدأ بقى استخدم ده كله واخلص الكمية كلها عندي والفها رول بالشكل ده. بعد كده هجيب بولة وهضرب فيها بيضتين، عليها شوية حلوين كده من الفلفل الاسود وشوية ملح، ولو حابة تضيفي لبن مفيش مشكلة، بس انا عايزاها كده تبقى لزجة معايا عشان تربط الدنيا كلها في بعضها وتبقى متماسكة كويس قوي. هبدأ انزل فيها كده كل الرولات اللي عندي اللي انا عملتها من العيش التوست، وابدأ اغرقها فيها كده والفها كويس قوي واقلبها. وبعد كده اخرجها على البقسماط اللي عندي. انا عندي بقى بقسماط بالشكل ده متبلاه ملح وفلفل اسود بس، مش هطعم باي حاجه زياده عشان الطعم يبقى بيور كده وحلو معايا. وبعد كده على زيت سخن غزير بقى هبدأ كده احمرهم على كل الجوانب، ما بياخدوش ثواني معاكي، ويبقوا لونهم ذهبي وتحفه وجاهزين. طبعا الجوانب اللي انا قطعتها بتاعه التوست مش هسيبها طبعا خالص. هبدأ اقطعها قطع صغيره مكعبات بالشكل ده، واحطها في البوله فوق كميه البيض اللي اتبقت عندي، واحط عليها معلقه كبيره من البقسماط، وكمان قرن فلفل كده مقطعاه مكعبات حامي او بارد حسب انت بتحبي. واحط عليها كمان جبنه موتزاريلا ومعلقتين كبار من الحليب، وابدا اقلب كل المكونات مع بعض كده، واعمل منهم قرص تحفه يطلع معانا جنب الاكل هيبقى مميز جدا. بعد ما خلصت الكميه كلها معاكم، بصوا الجمال، بجد وصفه تجنن، تحفه قوي قوي قوي. تنفع مقبلات جنب الاكل، تنفع كمان غدا خفيف زي ما قلت لكم، او تنفع للجوع اللي بيحصل في الشتاء كده اخر الليل، على السريع ياكلك ويشبعك كمان. بصوا شكلها حلوه قوي، مستوية معايا والجبنة سايحة فوقيها كده، وطعم التتبيلة مع التوست مع كل الحاجات دي طعمها روعة قوي. تاني وصفة معايا بقى هتكون عبارة عن بيضتين برضو، هضربهم كويس قوي مع بعض، عليهم التوابل اللي هنقولها مع بعض دلوقتي. معايا فلفل اسود، ومعايا كمان كمون، ومعايا ملح، معايا بابريكا، معايا شطة. التوابل دايما بقول ترجع لك انتي، عشان في ناس بتفضل توابل معينة، وفي ناس ما بتحبش توابل معينة في الاكل. هحط كمان معلقه من الريحان بتدي طعم وريحه تجنن، ومعلقه من الزعتر، ومعلقه من الكزبره.
ده كله معالق صغيره جدا، وابدا اقلبهم كويس قوي مع بعض. وعندي طاسه كده هنزل فيها بمعلقه كبيره من الزبده. اول ما تسيح معايا هنزل بكميه البيض دي كلها. اول ما تبدا تمسك سنه بسيطه كده هجيب عندي اي عيش، والوصفه دي بتبقى العيش البايت طبعا اللي انت مش عارفه تعمليه ايه تستخدمي ايه، بتبقى روعه ومميزه جدا وطعمها ألذ كمان من العيش الفريش والصابح معاكي. هبدأ اجيب الرغيف واقسمه نصين. النص اللي تحت كده هبدأ اضغط عليه كده فوق البيض في الطاسة، واسيبهم لحد ما يتماسكوا مع بعض، وبعدين اقلبه على الناحية التانية ياخد لون حلو ويستوي معايا. وابدأ كده بقى احط مكونات كلها فوق البيض بالشكل ده. شرايح من الطماطم، شرايح من الفلفل، كمان لو حابه تحطي بصل. انا ما حطيتش بصل عشان الوصفه دي كنت واكلاها الصبح، فما حبيتش كده ابدا اليوم بالبصل يعني. نزلت بس عليها فلفل كده وشرايح من الطماطم، وكمان حطيت جبن ميكسات اللي عندك كالعاده. انا حطيت طبعا موتزاريلا وتشيدر ورومي، وكمان كان عندي لانشون كده حطيت منه، وكان عندي كمان لانشون دجاج مدخن حطيت منه. انتي بقى عندك بيف، عندك لانشون، عندك جبن، بس زي ما تحبيها، بتبقى طعمها روعه في كل حالاتها. هبدا بقى اوزع الجبن الميكس التحفه دي اللي هتمسك كل ساندوتش عندي مع بعضه بالشكل ده. زي ما قلنا ممكن نسميه ساندوتش اخر الليل، ممكن نسميه ساندوتش على السريع، اي حاجه، المهم كده ان هو اختراع مميز وحلو قوي. وهو مش اختراع قوي عشان في ناس كتير بتحبه وبتعمله بصراحه، لان طعمه يجنن. بقى عامل زي البيتزا بالظبط كده. هبدا اقطعه معاكم 4 ارباع بالشكل ده، وندوق الروعه والجمال بتاع الساندوتش معانا. بجد طعمه وهمي، حلو قوي وبيشبع ومفيد، وينفع كمان للغدا الخفيف، وينفع للعشاء الخفيف، وينفع زي ما قلت لكم الجوع بتاع الليل كده. حاجه كده في قمه الجمال ومن غير تكاليف خالص، ولا مكونات كتير صعب ان انت تلاقيها في اي بيت. بصوا شكلها تحفه. طبعا اكلت منها ودقت، كان لازم يعني تجنن وهي سخنه تجنن. اي عيش زي ما قلت لكم تستخدموه هتبقى روعه فيه. تالت بقى وصفة معايا هي وصفة بالبطاطس، هي المكون الأساسي معانا. وكمان هجيب بصلاية كده وأقطعها زي ما انتم شايفين قطع صغيرة، وأبدأ كده أديها لون أصفر خفيف في الزيت، وأقلبهم كويس قوي مع بعض، وأتبلها ملح وفلفل أسود، وكمان معلقة من الريحان. لو مش متواجد عندك مفيش مشكلة خالص. هبدأ أتبلهم، وبعد كده بقى هجيب البطاطس بالشكل ده. حابة يتم البطاطس أكتر أقل حسب الكمية اللي انت عايز تعمليها. وهبدأ اقطعها قطع صغيرة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تستوي معايا بسرعة. وطبعا هحط توابل تاني، لو انت عندك توابل بطاطس حطي، هتبقى برضو طعمها هتديها طعم حلو قوي. عندك شطة، عندك بابريكا، المتاح من التوابل حطيه. انا حطيت بابريكا، حطيت شطة، كمون، فلفل، ملح، ريحان زي ما قلت لكم. وهقلب الجمال ده كله مع بعضه، واسيب البطاطس مع مهلها كده تستوي تماما وتبقى كويسه معايا، بس مش لدرجه ان هي تتهري يعني، عايزاها متماسكه كده. وبعد كده هنزل فوقيها ببيضتين بالشكل ده، وهقلب كل المكونات مع بعضها بالشكل ده كده لحد ما الاقي البيض دخل في السوا. هبدا كده احط بقى قرن فلفل حلو حامي او بارد حسب الرغبه، هقطعه قطع صغيره بالشكل الجميل ده. وحطيت رشه كده من البابريكا وشطه على الوش. بجد طعم تحفه، طعم البيض بالبطاطس يجنن، حلو قوي قوي قوي. مفيد، صحي، خفيف. طبق كده لذيذ قوي قوي يتاكل كده، طبق جانبي يتاكل على الغدا الخفيف، تغيير. مش لازم لحوم يعني. يتاكل كمان على الجوع بالليل على الفطار، ايا كان هو ايه. دي بجد من ثلاث الوصفات الاقتصاديه الحلوه قوي قوي ومميزه، وتحس ان انت بتاكلي حاجه قيمتها كويسه والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه وطعمها حلو ومميز في نفس الوقت. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان لو فكره افكار الثلاث فيديوهات ديت او سلسله الفيديوهات تعجبكم قولوا رايكم في الكومنتات. واتمنى اكون مطولش عليكم، واللي لسه بيزور قناتي لاول مره اتمنى يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله اي فيديو جديد انا بنزله، وسيبوا لي كومنت حلو يشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في حفظ الله.